بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، اليوم سنتكلم عن موهبة فذة صالت وجلت في الفئات الشبانية لهرتا برلين، وبعدها وجدت فرصة وحيدة للظهور في المستوى العالي، وذلك في المباراة الأولى أمام بايرن ميونخ. نتحدث اليوم عن إبراهيم مازا، الموهبة الجزائرية التي ستكون جديد الخضر في التربصات القائمة. الجماهير الجزائرية تترقب قدوم موهبة جديدة في عالم كرة القدم، حيث كثر الحديث عن انضمام إبراهيم مازا لاعب هرتا برلين إلى صفوف المنتخب الوطني في التربصات القادمة. نعم، وقد أثبت نفسه في الدوري الألماني بأداء متميز في المباريات التي لعبها مع هرتا برلين في الدرجة الثانية الألمانية. إبراهيم مازا مسيرة واعدة. بدأ مازا مسيرته الاحترافية في هرتا برلين، حيث أظهر إمكانيات كبيرة لفتت عديد أنظار الأندية الأوروبية، أغلبها من صف النخبة. كذلك انتراخت فرانكفورت الذي أصر كثيرا على استقطابه، لأن فرانكفورت يجد نفسه يلعب على عدة جبهات: الكأس، الدوري الألماني، ودوري أبطال أوروبا. تأتي هذه الخطوة في وقت حاسم، حيث يسعى المنتخب أيضا لتعزيز صفوفه بعد أن ربط اتصالاته بمازا ووكلاء أعماله وكذلك عائلته بالدرجة الأولى، لأن أباه هو جزائري وأمه تايلاندية، فيمكنه تمثيل المنتخب التايلاندي الجزائري، وبصفته لاعب في الدوري الألماني ألمانيا أيضا، فهو أيضا يلعب مع المنتخب 19 سنة لألمانيا، شارك معهم في كأس الأمم الأوروبية ل19 سنة. لعب مباريات مع هرتا برلين، لعب 5 مباريات، ساهم في 4 أهداف كاملة، تحصل 3 مرات منها رجل للمباراة، حيث جعل رؤساء ومسيري هرتا برلين الذين رفعوا راتبه الشهري وأعطوه الرقم 10. تخيل معي عزيزي المشاهد، لاعب 18 في العمر يرتدي الرقم 10، وكذلك يلعب أساسيا دائما. الرقم 10 لا يرتديه قدماء هرتا برلين وأكبر منه في السن أيضا، لذلك إذا يدل على شيء يدل على موهبته الفذة. رؤساء هرتا برلين أخبروه بتجديد العقد، ونجحوا في الأيام القليلة الماضية في تجديد عقده وتأمينه بعقد طويل المدى، حتى إذا باعوه للأندية الأخرى يبيعونه بسعر ويستفيدون منه ماليا. انتراخت فرانكفورت أكثر المهتمين به، حتى اللاعب نفسه يتابع حساب فرانكفورت على الإنستغرام. وفي التربصات القادمة ننتظر منه أن يلعب مع المنتخب الجزائري، فهو غير جنسيته الرياضية بعد أن أخذ صورة مع مدير القنصلية الجزائرية في ألمانيا. إبراهيم مازا لمن لا يعرفه سأخبركم عنه، إنه يلعب متوسط ميدان هجومي، يلعب أيضا على الجهة اليسرى. أعزائي المشاهدين، آخر مباراة لعبها إبراهيم مازا كانت مباراة جيدة، لعبها المرة الماضية، لعب وقدم مباراة جيدة ومباراة في القمة، وقدم أيضا تمريرة حاسمة أتى منها الهدف الوحيد وهدف الفوز لفريقه هرتا برلين، حيث انطلق من وسط الملعب واخترق دفاعات الخصم، وفريق الذي قبله في الأيام الأخيرة هو نوربين، وفازوا عليهم ب2-0. اخترق دفاعاتهم على الجهة اليسرى بعد مراوغات جميلة، وبعدها مرر بطريقة جنونية حقيقة إلى زميله المهاجم ليسجل الهدف وليتحصل على تنقيط جيد في المباراة 8.1 من أغلب المواقع التي تختص في التنقيط والمباريات. هذا الموهبة إن شاء الله